سفارة اليابان مميزة عن أي سفارة، فيها 5 مميزات مش موجودين في أي سفارة هتقدم عليها. إيه هم ال5 حاجات دول؟ رقم 1، لما تعوز تقدم على سفارة اليابان تقدر تاخد ورقك وتروح في أي يوم من أيام الأسبوع، يعني بدون موعد. رقم 2، اي حد ممكن يقدم لك، مش لازم تقدم لنفسك. يعني انت مثلا شغال في مكان ومش عارف تاخد اجازه، ممكن تبعت الفايل مع اي حد يقدم لك عادي، وممكن هو يستلم لك عادي، مش لازم انت تروح بنفسك ومش لازم تستلم بنفسك. ثالث حاجه، وانت بتقدم ما بتدفعش ولا جنيه، بتدفع في حاله لو هم ادوك التاشيره، والتاشيره عامله 860 جنيه. الاول كانت عامله 640، دلوقتي عامله 860 جنيه، يعني ما حصلتش ال 1000 جنيه حتى، وبتكون استيكر على الجواز. رابع حاجة، تأشيرة اليابان بتطلع بعد 5 أيام، يعني بعد 5 أيام بتخش على الباركود اللي في الورقة وأنت بتقدم، بيديك ورقة بتخش على الباركود ده بتشوف رقم جوازك نزل ولا لأ، لو رقم جوازك نزل تقدر تروح تستلمه أو تبعت حد يستلمه. تأشيرة بتكون استيكر على الجواز مدتها 3 شهور، يعني لو خدت التأشيرة تقدر في أي يوم من 3 شهور تسافر اليابان تقعد فيها 15 يوم. تأشيرة اليابان تأشيرة سياحية كويسة جدا للناس اللي هي رجال الأعمال اللي بيستوردوا مثلا قطع غيار، بيستوردوا مثلا موتوسيكلات، بيستوردوا حاجات. لكن أنت عشان تروح تدور على شغل الموضوع صعب شوية، ما تجازفش وتقدم عشان تروح تشتغل في اليابان، ممكن تخسر، لأن طيران اليابان مش رخيص، طيران اليابان غالي، بيبدأ من 20,000 وطالع.